الفريلانس مش شغلانة عشوائية، الفريلانس شغلانة نظمها القانون ووضع عليها حدود. فانت كفريلانسر ما تخيلش ان انت بعيد عن التنظيم القانوني. انا كريم عيد هبسط لك القانون في برنامج القانون ببساطة على راديو ترين العرب. كتير من الفريلانسر اول ما بيجيله شغل فري تمام بيتفق مع العميل في الشات على الشغل وبيبدأ يشتغل على طول، وللأسف أول ما بيخلص للأسف العميل لا إما ما يبعتلكش كل فلوسك، أو إنه يبعت لك جزء ويسيب لك جزء، أو إنه يطلب تعديلات ملهاش نهاية. وده كله علشان أنت ما نظمتش العلاقة في صورة قانونية. فأنا هوضح لك إزاي تعمل الحاجة دي. ونخلي بالنا إن القانون المصري أخيرا نظم الموضوع ده في قانون العمل الجديد في القانون رقم 14 لسنة 25، ودخل حيز النفاذ في 1/9/2025. ونيجي دلوقتي نقول إيه هو الفريلانس. الفريلانس ببساطة إن هما الأشخاص اللي ممكن يضطروا يشتغلوا بطريقة حرة وما يكونوش مربوطين بشركة أو يكون موظف لشخص معين ويقوموا بأعمال معينة أو خدمات معينة، وده مقابل أجر معين. ده كله بيتم في اتفاق قانوني وهو العقد، وده اللي احنا هنتكلم على تفاصيله دلوقتي. طب أنا دلوقتي شخص حر لازم أن أعمل عقد. طبعا العقد بيحافظ على حقوقك وبيحافظ على إطار العلاقة، فأنت لازم تحافظ على جهدك وما تضيعهوش على الفاضي. نيجي نتكلم على ايه هي اهم البنود اللي انت لازم تحطها في العقد. اول حاجة نطاق العمل. نطاق العمل يعني مش تيجي تقول انا هعمل لوجو. طيب اللوجو دون يبقى فيه تفاصيل كتيرة جدا لازم تبقى محددة. فانت دلوقتي ما ينفعش يبقى الموضوع سايب كده، لان للاسف ده بياخد من وقتك ومجهودك. ففي مثال اللوجو دون لازم ان انت مثلا تحدد عدد التعديلات اللي هتعملها، عدد النماذج اللي هتقدمها، الاضافات اللي العميل لو قالك عليها تقدر تعملها هي في حدود قد ايه. فالموضوع مش مفتوح، وكمان النسب دي بتوفر من جهدك ومجهودك في العمل. نيجي للنقطة التانية وهو المقابل المالي. لازم تعرف ان انت تحدد المبلغ المالي، وكمان ايه طرق السداد، وفي حالة التعديلات ايه هو الحد الخاص بيك اللي انت لو عدلته يبقى في حدود الجزء المالي، ولو زاد عن التعديلات دي يبقى بمبالغ اخرى. ففي حالة التسليم لازما ينص في البند صراحة على انه لا يتم سداد كامل الاجرة الا بعد التسليم. نيجي لنقطة تانية مهمة جدا وهي مدة العمل. مدة العمل لازم تحدد انت كفريلانسر، لازم تحدد مدة التسليم وكمان مدة المراجعة ومدة التعديلات، لان المدد دي بتبقى مهمة جدا، بتحافظ على وقتك وما بتفتحهاش لما لا نهاية. طيب نيجي لنقطة مهمة جدا وهي حالة إلغاء العمل. انت دلوقتي فريلانسر، حد كلمك قال لك انا هظبط معاك شغل معين، وجه في نص الشغل وقال لك انا مش هكمل. العقد هنا بيحميك جدا، لان العقد هنا بيجي على نقطة كويسة جدا وبتحافظ على حقك، وهي ان في حالة الالغاء او في حالة القيام بعمل معين لمدة معينة، فده بيحافظ على مجهودك وبيحافظ على تعبك، وتقدر بناء عليه تاخد الأجر المساوي للمجهود والجهد اللي انت عملته. طب للأسف انت معاك العقد دون ومع ذلك برضو العميل أخل، يعني ما دفعش أو طلب منك تعديلات ما لا نهاية أو أساء استخدام المنتج بتاعك. تعمل ايه في الحالات دي؟ أول حاجة كلمنا عن الرقم اللي يظهر على الشاشة، ولازم تبقى عارف اللي احنا أول ما هنمسك العقد هنتحرك على طول ونعمل إنذار للعميل، وده اللي بناء عليه هنسيب العميل شوية، وبعدين في حالة عدم الاستجابة احنا أثبتنا قانونا إن هو مقصر ومخل ببنود العقد، وده اللي هيحق لنا إن احنا نروح نرفع دعوى مطالبة بحقوقك المالية. طيب انت دلوقتي ما عملتش العقد، هتعمل ايه؟ هل كده حقوقك هتروح؟ احب اقول لك اللي احنا ممكن نوصل لحقوقك بطرق تانية، لان القانون هنا بيفتح لك حتة التصرف انه بيخضع
كافة طرق الإثبات. فممكن نقدر نجيب الشات الخاص بيك، المدفوعات اللي العميل دفعها لك، الالتزامات اللي انت عملتها والشغل اللي انت خلصته، وبناء عليه بنعمل برضو انذار للعميل وبنرفع بعديه دعوة، وهي في القانون بتسمى الإسراء بلا سبب، لأن انت يعتبر حطيت في ذمته المالية وأنفعته بشيء هو ما كانش موجود عنده. فاكتب عقدك قبل ما تشتغل، وحدد حقوقك والتزاماتك قبل ما تبدأ، لأن ده هيوفر مجهودك ويوفر فلوسك. انت مش شغال لله، انت بتجتهد وبتعمل شغل مقابل أجر مالي معين. فالتصرف القانوني الصحيح هو اللي بيساعدك وهو اللي بيوصلك لبر الأمان. حافظ على حقوقك وحافظ على جهدك. وكل عام وانتم بخير وعيد سعيد عليكم. أنا كريم عيد، كنت بقدم برنامج القانون ببساطة، واستنوني في موسم جديد. كل عام وانتم بخير.